أريد أتحدث عن البداية، فكرة لؤي العاني بالعودة إلى العراق، الوطن الأم وانضمامك للمنتخب الوطني، منين كانت هذه الفكرة ودور العائلة بهذا الموضوع؟ صراحة كان دور العائلة خلوا بينا هذا الحب يعني البلد. يعني من صغري كان أبويا مثل ما قلت لك المرة اللي فاتت كان يقول لي أنت راح تصير إن شاء الله لاعب منتخب وتصير اسم بالعراق، وبقت هذه الفكرة براسي. يعني لعبت منتخب مغربي، أول ما أجتني الفرصة للمنتخب العراقي مثلت منتخب عراقي بدون تردد. زين، مو هنا اكو فد حساسية بالموضوع، والدتك مغربية، ما كان لها دعم أو عاطفة إنه تخليك تلعب لمنتخب بلادها المغرب؟ لا، شو عجب؟ عمرها ما تكلمت يعني ولا قالت لي، كانت فرحت لما رحت للمنتخب المغربي. لكن يعني تعرف احنا عندنا تقاليد عراقيه، حتى اذا عايشين بالمغرب عندنا تقاليد عراقيه، يعني الزوجه تحب ذاك الشيء اللي يحب زوجها. يعني الابي يريدني العب منتخب عراقي، هي هم راح تريدني العب منتخب عراقي. يعني دائما تخلي ان يعني الرجل هو اللي عنده حق، المرأة على دين زوجها. هي هذه يعني عندها حق، يعني تقول ان يعني زوجي ما يغلط، ياخذ قرار ما يغلط. فرحت من انت مثلت المنتخب العراقي؟ ما تتصور كثير اكثر من الفرحه اللي فرحت كانت بالمغرب. حلو. تدعمك تشجعك، شلون طقوسها في مبارياتك مع المنتخب الاولمبي؟ يعني الفضل كله يرجع لامي، مو يعني دعمتني، لان من الاول دعمتني من انا صغير، وخصوصا بالمغرب بدوري مغربي، يعني بعيد عن المنتخب. وهذا شيء يعني ممكن يسافرون هي وابوي يسافرون 12 ساعة 13 ساعة بالباص، يلا يوصلون للملعب يشوفون المباراة ويباتون بالفندق ويرجعون. يعني اكو دعم اكثر من هذا الشيء. حلو. اختيارك لتمثيل المنتخب العراقي ولد ردود افعال مغربيه من الجماهير، حاولت تنتقد لؤي العاني، تسقط به، تحكي عليه، ليش فضلت العراق على البلد اللي انت ربيت وعشت به؟ بصراحه نتحدث. طبعا ندخل على اليوتيوب وشوف اكو صحافه كثير تكلموا على هذا وكتبوا، يعني حتى نزلوا فضيحه لؤي العاني فضل العراق على المغرب. انا ما فضلت العراق، انا اصلي عراقي. صح. يعني والواحد يعني ينكر اصله يعني غضب عليه الله هو الاول، يعني بدون ما اقول لك. لا انت تعرف شنو يعني المقصود؟ المفاضله من مطروح علي منتخب المغرب مثلا والجزائر، وافضلهم عليكم، الكم حق، بس انا اليوم وطني هذا وبلدي صح. وموطن والدي، مو هيش تقصد؟ صح. يعني هذه يعني قد ما لعبت بمنتخب راح يجي اليوم اللي راح يستدعوني، اذا كنت ما لعبت منتخب اول بالمغرب راح يجي يوم يستدعوني منتخب العراقي اروح المنتخب العراقي. حلو. طبعا ينزلون عناوين فضيحه وكذا بهذه الطريقه. ادخل على اليوتيوب وشوف كل شيء منزلينه وكذا، حتى اكو صحافه يعني ودوا لومه على المنتخب المغربي، يعني على الجامعه المغربيه، يقولون ان ليش تركتوه وخليتوه يروح وكذا، لكن هذا يبقى قرار اللاعب. أنا يعني المنتخب المغربي هو رفع اسمي وخلاني ألعب فريق أول بالجيش الملكي يعني. طيب هذا دور الصحافة تجاهك بهذا الموقف. الجماهير شلون كان رأيها بالموضوع؟ هم ما تقبلت الفكرة؟ لا، لو اكو ناس تقبلت. اكو ناس تقبلت واكو ناس تقول لي روح مستقبلك هناك، واكو ناس تقول لك لا المغرب قبل بالمنتخب المغربي. لكن هذا قرار شخصي، يعني انا اشوف يعني راحتي هي اول شيء، نفسيتي وين ارتاح، فلقيت نفسي ارتاح هنا بالعراق. مسؤولين الرياضه في المغرب، مسؤولين الانديه، الاتحاد، شلون تعاملوا وياك بعد هذا القرار؟ لان انت بقيت فتره. بقيت وراها 3 سنوات. صح. ما كان اي تبديل، اي شيء، يعني ما كان اي اختلاف بالموضوع، عادي. الناس اذا ما شجعني ما يقول لي كلام مو زين، يعني يقول لي زين والله يسهل امرك وهذا يعني. حلو، ما تغير موقف. لا ما تغير ولا واحد. نوصل رساله حب للمغرب اللي احتضنك وكونك وسواك لاعب. وصل لهم رساله حب. المغرب يعني يبقى بلد ولدت فيه وكبرت فيه وصنع له العاني واكلت فيه وشربت فيه، يعني هو بلد الام، يعني بلد خيره كبير علي وعلى عائلتي. ولعبت بفريق الجيش الملكي، يعني الجيش الملكي مثل
فريق عسكري، يعني تروح بالصبح ونسوي نشيد وطني مغربي وكذا بكل فخر وبكل عز يعني.